كل حاجه مهمه، معلش اتفضل. انا اسف عشان لا هطلع اتفضل. فاصل يعني. اخطر حاجه بيراميدز هايل إمم، هايل. إمم. اخطر حاجه على الزمالك بيراميدز، اللي الزمالك دلوقتي بيشجع بيراميدز في آه. الماتشات. اخطر حاجه، انا هقول لك على رقم هتتصدم. انت عارف ان الزمالك عمره ما فقد المركز الثاني 3 سنين؟ يعني صاحب المركز الثاني على طول عمره ما فقده 3 سنين. أنت بتقول اخر إيه؟ عمره ما فقده 3 سنين المركز إمم، الثاني. إمم. في اخر 3 سنين بقى، اخر 3 سنين من موسم 22 23 23 24 و24 25 كلهم بيراميدز. انت عارف الفرق في النقاط قد ايه؟ طب هو المركز الفرق التاني يعني استنى بس بطولة؟ اكمل لك. هو لا ما المركز بتكلمش على التاني بطولة؟ بطوله. أمال إيه؟ انا بتكلم على خطوره جايه. انت مش واخد بالك، انت ممكن لو مش عارف الحقيقه ديت ومش حاسسها تبقى مشكله كبيره عند الزمالك. الفرق كان بيبقى 23 نقطه. 23 نقطه في موسم، و13 في موسم، و9 في موسم. بيراميدز قدر ان هو يحقق معادله صعبه. معادله صعبه على المستوى الفني والمستوى الاداري. يعني المستوى الاداري يعني ناس كتير خبطت مش مقتنعه، لكن في النهايه بدا يمشي بشويه خطوات. الخطوات ديت مش حديث الولاده والظرف وانتهى، لا لا لا. كونك ان انت تبقى فارق عن نادي بحجم وقيمه وشعبيه وتاريخ نادي الزمالك بالعدد النقاط ده، دي كارثه. دي كارثه فين؟ مش كارثه للاهلي، كارثه عند الزمالك نفسه. فانت بتتكلم في حاجه قد ينجح الزمالك السنه الجايه انه يجيب عدد كبير جدا من اللعيبه او ويعدل الدفع. لكن ده او بيراميدز اسف يعني هيبقى بنى شويه اساس عنده يمشي بيها. فالموضوع مش سهل خالص يعني. اذا هنا الموضوعات الانديه اللي هي مثلا ممكن تكون مع بعض بشكل حلو يعني. بيراميدز وعلاقه بيراميدز والزمالك كويسه، ما تضايقش الاهلي، تمام، ما تضايقش الاهلي. لكن انا بتكلم ساعتها انت خلي بالك، هو الموضوع هيبقى عندك انت هيبقى فيه مشكله في النتائج. إمم. تمام.